السمك المشوي معايا النهاردة مختلف جدا. عندنا نوع السمكة الأول اسمها سمكة البياض، جميلة جدا، والسمكتين يا جماعة بيعملوا حركة كيلو ونص أو كيلو وربع معاكي في الوزن. بس السمكة ما شاء الله عليها هننضفها مع بعض الأول وهنعمل لها التتبيلة الخطيرة. وتعالوا الأول نفتحها. عندنا الأول سنجاري. شايفين السمكة معايا الخياشيم بتاعتها حمرة جدا، ده دليل ان هي جايه طازه ما شاء الله. وكمان بطن السمكه يا جماعه متماسك معايا، معنى كده ان هي سمكه نظيفه جدا معايا، اللهم بارك. تعالي بقى نفتحها معايا سنجاري. عندي هنا المقص بروح جايباه كده من تحت زي ما حضراتكم كده شايفين معايا، وبمشي عندي على الشوكه اللي في الظهر. خلي بالك لازم تمسكي السمكه من فوق المسكه دي زي ما انا ماسكاها كده يا جماعه، وبعد كده بنزل بايدي كده لتحت علشان اقدر اتحكم معايا في السمكة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. شايفين ادي فتحتها عندي بكل سهولة جدا، ولا سكينة ولا اي حاجة خالص. عندك بالمقص هتطلعي منها احلى سمكة سنجاري. تعالوا بقى معايا كده شوفوا بطن السمكة يا جماعة، شايفين البطن نظيف سبحانك يا رب، حاجة كده اللهم بارك، فعلا قشطة ما شاء الله. شايفين بقى البطن معايا والبطروخ جواها بطروخ جميل جدا، حتى كبدة السمكة معايا اللهم بارك. انا هوريكم دلوقتي كمان لما اطلعه كله كده دلوقتي قدامكم، وهوريهولكم كده لوحده ما شاء الله. بس الاول هقطع عندي حرف كده من الراس، لازم يتقطع كده معاكي بالمقص ما شاء الله. وخلي بالكم من اي مسكة انا ماسكة بيها السمكة، اللهم بارك. تعالوا بقى نشيل عندنا البطروخ اللي احنا بنقول عليه او البطن الدهن ما شاء الله. شايفين بقى القيمة الغذائية بقى في البطن ده، بس شايفين ما شاء الله حتى الكبدة معايا لونها عامل ازاي يا جماعة، اللهم بارك بجد، بألف هنا وشفا لكل من كلها كده حاجة كده اللهم بارك. تعالوا بقى نشيل عندنا الحرف كده اللي في الجنب ده بالمقص برضو كده، هحكه عندي اسمها دي حكة كده بالراحة كده خفيفة جدا، بس خلي بالك بقى ايه لا تتعوري من المقص ما شاء الله. بطلعه عندي بالشكل ده ما شاء الله. دي أول سمكة فتحتها معاكم، والسمكة التانية هفتحها برضو بالنظام ده اللهم بارك. السمكتين يا جماعة عاملين وزن كيلو وربع ما شاء الله. شايفين بقى حضراتكم السمكة خطيرة جدا وطعمها مميز وحاجة كده زي السكر. تعالوا بقى نغسل السمكة معايا تحت المية بقى كده، لازم تغسليها كويس جدا من بقى كل جنب معاكي كده، ولازم تصفي مية كده من عليها كده على طول، وتسيبي عندك المية مفتوحة معاكي بالشكل ده اللهم بارك. شايفين بقى اللهم بارك، والله العظيم بجد يعني حاجة كده يعني ممتعة جدا. ربنا يا رب يديمها نعمة علينا جميعا اللهم أمين ما شاء الله. هنا بقى غسلتها كويس جدا، بحطها عندي على صينية كده واسيبها تتصفى تماما، وبعد كده بسخن عندي الشواية واروح حط عليها شوية كده من الزيت، واحط عندي السمك بالشكل ده وعلي النار تماما معايا. وخلي بالكم يا جماعة انا هحط عندي بطن السمكة. بطن السمكة يا جماعة تتخيلوا ان هو كل ما هو على الشواية طلع معايا كمية زيوت خطيرة جدا اللهم بارك، واضحة معاكم اهو في الشاشة اللهم بارك. انا حبيت ان انا اصور لكم كل خطوة معايا بالشكل ده ما شاء الله. هنا بقى بعد ما قلبته على الناحية التانية عملت عندي بقى الدقة الفلفل كده بالطماطم بالجزر معايا، ورشيت عليه بالشكل ده. بس الاول حطيت ملح، وكمان حطيت دقة على الوش التاني، واتأكدت ان كل جنب معايا استوى معايا وبقى خطير جدا. تعالوا بقى بعد ما حطيته عندي في الاطباق بالشكل ده بديله بقى رشة عندي من الملح، رشة كويسة كده، وكمان عندي رشة من الكزبرة الناعمة أو بهارات السمك معاكي ما شاء الله، ورشة كمان كويسة بقى حسب الرغبة من الشطة ما شاء الله. بتدي تطعيمة مختلفة جدا وحاجة كده اللهم بارك. شايفين يا جماعة ادي يبقى أنا كده حطيت الملح، وحطيت عندي الكمون او بهارات من السمك او الكزبره معاكي، وبعد كده حطيت عندي الشطه، عصره بقى ليمونه
تحطيها هتاكلي معاكي أجمل وأطعم سمك بياض خطير جدا ومميز وسهل وبسيط وما خدش مني دقايق، والقيمة الغذائية بتاعته عالية جدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب العالمين، ويرزقنا من حيث لا نحتسب ولا ندري جميعا. اللهم أمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.